سؤال من فقرة اسأل مريم، والنهاردة السؤال الأول هو أنا ليه لغاية دلوقتي ما اتجوزتش؟ أنا عندي 38 سنة ولغاية دلوقتي ما لقيتش شخص مناسب. أول جزء في السؤال ده، أنا ليه لغاية دلوقتي ما اتجوزتش؟ طبعا ده بسبب إن هو ده بيبقى رزق من عند ربنا، ودي حاجة احنا ما نقدرش نتكلم فيها، بس برضو ناخد بالأسباب. فأنتي محتاجة إن أنتي تنزلي وتتشافي. لما تتشافي هيجيلك عرسان. فالحاجات اللي انا انصحك بيها ان انت تصاحبي على بنات جديده تخرجي معاهم، تروحي تعملي اعمال خيريه في جمعيات زي جمعيه رساله او الأرمون او اي حاجه من الجمعيات الجميله دي، او حتى الهلال الاحمر كان جميل جدا، انا كنت بروح وكنا بنتعلم حاجات كتيره قوي، وتعلمت حاجات عظيمه عن الادمان. برضه تقدري ان انت تروحي مكان زي مكتبه مصر العامه، تروحي اماكن وانشطه كتير وفعاليات بتتعمل، وبيبقى في جروبز كتير على الفيسبوك زي مثلا هنمشي النهارده او هنجري او هنروح من الحته الفلانيه الحته الفلانيه او هنسوق عجل في المكان الفلاني. فشوفي انت فين واتبعي الانشطه دي. تاني حاجه ممكن برضو تساعدك ان انت تلاقي شريك حياتك هو الشغل والنزول والطلوع، انك تنزلي تشتغلي تحتكي بالناس، توري الناس ان انت موجوده وان انت فريندلي والحاجات الجميله دي. طيب واخر حاجه هي الخطبه، والخطبه اللي لغايه دلوقتي هي لسه موجوده، فانت ممكن ان انت تتواصلي مع الخطبه او تعرفي حد من الجيران اتجوز عن طريق خطبه فتكلميها وتوريها صورك وهكذا. واخر حاجه انصحك بيها عشان خاطر تلاقي شريك حياتك باذن الله، انك تعملي صدقه بنيه ان ربنا يكرمك بزوج مثالي. الموضوع بسيط قوي، لو معاكي من اول 5 جنيه على انستا باي او فوري او فودافون كاش او اي حاجه من الحاجات دي، تقدري ان انت تتبرعي بيهم بنيه ان ربنا يرزقك بابن الحلال اللي يستاهل قلبك. تتبرعي بيهم لجمعيات زي مستشفى الناس او 57 او ابو الريش. الناس دي كلها محتاجه مننا دعم كبير قوي، ان احنا نطلع صدقات ليهم، وفي نفس الوقت دي صدقه انت هتعمليها وربنا ان شاء الله يفرح قلبك باللي انت تستاهليه. اخر حاجه بالنسبه لسنك اللي هو 38 سنه اللي انت كاتباه، ده مجرد رقم، وال30 رقم، وال38 وال40 وال50 دي كلها ارقام. انا بشوف ستات عندها 50 سنه و52 سنه وبقول لها انت عندك 30 32، لان هي شكليا بتكون اصغر مني. فاللي هو ليه انت حلوه كده؟ كل اللي عليها ان هي بتهتم بنفسها وما بتزعلش. كل ما كنتي ما بتزعليش، كل ما كنتي ما بتخليش هرمون الاسترس عندك يعلى، كل ما الكورتيزون كان ثابت، كل ما انت كنتي احسن. فارجوكي حافظي على نفسك وعلى سلامك النفسي، وما تهتميش خالص بالارقام، لان الست عادي تقدر ان هي تخلف في اي وقت لو ربنا راد كده، وتقدر ان هي ما تخلفش في اي وقت لو ربنا ما ارادش. فما تقلقيش من السن خالص، العيال والجواز والبيت والأسرة وشريك الحياة المتفهم، دي كلها حاجات ربنا بيرزقنا بيها. وإن شاء الله يعني، وأتمنى من كل قلبي إن ربنا يرزقكم بالحاجة اللي انتوا تستاهلوها، مش يا سلام أنا اتجوزت وخدت جوازة تحفة وفي نفس الوقت يكون حد مدمن أو حد بيضربني أو حد بيهني. المهم ان هو يبقى شريك حياة بجد. وبس كده، اتمنى لك في نهاية الفيديو ده انك تكوني مبسوطة وربنا يريح قلبك ويطبطب عليه. وشكرا.